يذكرون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جاءه سائل فقال علي للسائل انتظر، قال وكنت أذكر أني وضعت دراهم، قيل 4 دراهم وقيل 7 دراهم، لكن لا أدري أين وضعتها، فصرت أبحث عنها، فتأخر على السائل وهو يبحث عن هذه الدراهم، فلم يصبر هذا السائل، فنظر فوجد فرس علي رضي الله عنه، فسرق لجامه، لجام فرس، قال أبيع اللجام وأنتفع ما حد يشوف، وأخذ اللجام وهرب. وجد علي الدراهم، خرج ليعطي الرجل، وإذا الرجل قد ذهب، ثم جيء إلى علي فقيل له لقد سرق لجام فرسك، قال الله المستعان، ثم أمر خادمه قال خذ هذه الدراهم واشتر بها لجاما، فذهب إلى السوق فوجد لجام فرس علي يباع، فجاء بكم تبيعه؟ بكذا بكذا، ما عندي إلا هذه الدراهم خذها، فأعطاه الدراهم التي كان سيعطيه إياها علي رضي الله عنه، وأخذ اللجام ورجع به إلى علي. فلما رجع قال يا أمير وجدت اللجام يباع بالسوق، فقال علي لعل الذي جاء هو الذي سرقه، صفه لي الذي باعته، فوصله قال هذا الذي استعجل رزقه، ولو صبر لأخذه بالحلال، لكنه استعجل رزقه فأخذه بالحرام، فما كتبه الله لك ستأخذه والله الذي لا إله إلا هو، ولو كان في فم الأسد، وما لم يكتبه الله لك والله لن تناله ولو سلم لك يدا بيد أبدا.